يا صباح الفل عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ صباح الخير، صباح العسل، صباح النشاط، على حسب ما انت تشوفوا الفيديو. كومنتات حلو من عندك ولايك. ويلا بقى هحاول لكم على حاجة واجيب حاجات النهاردة للبيت، وروتين بقى زي العسل. اللهم صل على سيدنا محمد. طبعا ناس كتير قوي احنا بنشتري اللانشون يا جماعة، وواحدة تقول لي يا رودي احنا بنشتريه يعني 3 قطع مثلا ب 30 جنيه. انسي. النهارده بقى ده فيه وفر وبسم الله ما شاء الله. اللانشون ده تحفة تحفة تحفة، أقول لكم اسمه إيه. وحاجته جميلة جدا. عندك علب زي كده. ابدأ. أنا كنت لما بشتريه العلب دي، أنا كنت لما بشتري القديم كنت بخبيها، وما ما كنتش ما فيش حاجة برميها، تمام. الحاجة بعوزها. وتعلمت بقى من أمي مالك الحركة دي، علمتها لي، وتبارك الله تبارك الله يعني. ما فيش حاجة بتترمي بالتعاس. عارفين اللي زي كده بكام؟ ب 30 جنيه. ده طبعا لانشون حلواني، عشان ما حدش يقول لانشون عادي، اكيد اللانشون العادي بيكون ارخص من الحلواني. عسل 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 يا جماعه. وعلى مره ان شاء الله باذن الله هبدا اقول لكم هنعمل ايه والخطوات بتاعته ايه ان شاء الله. وممكن ناخد منه عجر ونبدا نعمل منه على فكره، بدل ما انا اشتري وكده، وفي نفس الكيس برضه. فتبارك الله يا جماعه، تبارك الله، حاجه زي العسل زي ما انت شايفه اهو. حاجة جميلة جدا جدا جدا. وادخلي بقى لو مش عارفة، أنا هنزل لك فيديو على طريقة عمل اللانشون البيتي، بس لازم يكون في عجرة يا جماعة، عشان سبحان الله الريحة دي زي ريحة بسطرمة في الحلواني، أو داخلة في نوع لحمة بس ناشفة، مش ناشفينها. عفوا. بس أنا دول عملتهم أهو، وعندي علب تانية هبدأ أعبيهم ونشوف هنعمل ايه. بسم الله تبارك الله. اتعلمي بقى وعرفي فن. تعالوا نخش نوريك المطبخ بتاعي قبل ما اشتغل. يلا. قبل ما ندخل يا جماعة، ده المطبخ بتاعي بص مكركب، محتاج. انا لسه والله ما وضبت اي حاجة. الشوال ده بحط فيه العيش والحاجات اللي بايظة عندي. كومنت بقى ولايك. كنت عايزة اوريكم برضو المشي يا جماعة، وده اللانشون. بصوا بقى اللانشون بليف اهو. شايفين؟ اهو. ده تحفة، وعن تجربة. تحفة وعن تجربة. بص، في الاول بقى هنتكلم على السكينه يا جماعه، بتقطع اللانشون احسن من الجهاز اللي هو بيبدا نقطعه بيه، وبيبقى يديك رقايق جميله جدا جدا، وحاجات عسل يا عسل. زي ما انت شايفه اهو. بصي اهو. اهو. وقبل بقى ما ندخل ونتعرف في الفيديو، ما تنسيش بقى يا جماعه ادخلي عندي قناه مواتي معطيور بيتي، انا اقدم حاجات جميله جدا. واعملي لي بقى لايك، وهوريكي بقى حاجة البيت إن شاء الله، من تربية طيور، من كل حاجة يعني، من حاجات أنا نبدأ نعملها وبنتعلم من بعض أهو. قولي لي رأيك بقى، رأيك يهمني، سواء حاجة وحشة أو كويسة، برضو أنا ما بزعلش. أنا بغير من نفسي ولك الحمد. تمام. بصوا يا جماعة أهو برضو تاني. تبارك الله. بصوا السكين دي يا جماعة، السكينة المشرشرة دي بصراحة أحلى من الجهاز ب100 مرة. أهو. هتلاقي عند اي حد بيبيع مواعين تقول انا عايزه سكينه اللانشون، ودي احسن قطعه يا جماعه. وتبارك الله بيديكي. بصوا احنا تيست عالي وشرشره، بيديك اللانشون مشرشر وشكله حلو وحاجه تبارك الله. مش هتقولي لحد ايه انا هعمل ايه، او تدخلي بقى اعملي ان انا عايزه طريقه تقطيع اللانشون، او بايه بتقطع اللانشون. زي ما عارفه المحلات بيبقى فيه جهاز خاص بتقطيع اللانشون والشرايط وحاجه زي كده. اه. بسم الله. طبعا هقول لكم على الاسعار. جوزي اشترى حاجات دي من السوق، تبارك الله تبارك الله. صحينا بقى من الساعة 5:30، عملنا شاي، طلعنا الساعة 6. بقى جبنا طعمية وجبنا حاجات جميلة جدا يا جماعة. تبارك الله يعني، روتين حلو جدا عملناه. طبعا عرفني بحب النعناع، ده نعناع بلدي أهالي. ده أحلى نعناع يا جماعة، طعم جدا جدا فوق ما تخيلوا. بنعمل بقى عصير مثلا، ما أنا جايبة معاه ليمون أهو. بعمل النعناع اللهم صل على محمد. النعناع والبتاع ده بيتعمل عصير عسل عسل عسل. تمام. يعني دايما بعمله في البيت نعناع مع الليمون، حاجة عسل. جايبين المرقة دي يا جماعة ب35 جنيه علبة المرق. تقولوا في كومنت قولي لي أسعاركم إيه. ماجي يا جماعة، ماجي دي تحفة تحفة تحفة. مرقة الدجاج عسل. جايبين علبة دي ب35 جنيه، جوزي جايبها وكنت معانا في السوق. علبة كبريت دي ب10 جنيه.
الصابون ده ب40، العلبة دي ب40 جنيه. جبنا خيار، طبعا ده هنا عندنا السوق، سوق السبت، الكيلو ب10، 15 كيلو ب15 يا جماعة. بتنجان الكيلو ب10، جبنا كيلو. ملوخية ناشفة هتنفع لما يكون في أكل من عندنا فيش خضار ببدأ أعمل. طبعا جبنا كيس شطة، كربونات، شطة كربونات. طبعا بيحب يدلعني وخش بقى على الدلع اللي هو ايه في التسلية دي زهرة. جبنا الشطة البلدي يا جماعة اهو، حاجة عسل عسل، دي قمر دي. بصوا نص كيلو، كيلو ب10، جايب النص كيلو. ملوخية اهي، هخرط دلوقتي وهطبخ ملوخية. الليمون العسل ده جايبينه عشان النعناع. ويا رب تكوني استفدتي من الفيديو، وكومنت يا جماعة ولايك من عندك. وتبارك الله حاجاتنا جميلة وحلوة. وادخلي بقى عندي مع قناة نوعاتي مع طيوري، مشرفاني ونوراني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.